النهاردة هنعمل صينية كوكيز بأسهل الطرق وأبسط المقادير اللي ممكن تعملوها في البيت وبتكلفة قليلة جدا، يعني مش هتبقى حاجة صعبة. ودلوقتي هنخش مع بعض على المقادير. هنفتح العجان بتاعنا، سكر بودرة زي ما انتم شايفين كده، وهنجيب نص كوباية سمنة بالحجم ده كده، نص كوباية، وهنفضيها. كده معانا بيضة هنكسرها على السكر وعلى السمنة. دلوقتي كده كسرنا البيضة، يبقى احنا كده حطينا كوباية الا ربع سكر بودرة ونص كوباية سمنة وبيضة، وهنجيب معلقتين زبدة فيرن، ادي معلقة. هنجيب كمان معلقة من الزبدة الفيرن، هنشغل العجان بتاعنا بحيث ان احنا ناكل الزبدة مع السمنة مع السكر الاول قبل ما نحط الدقيق. كده احنا خلطنا السكر مع الزبدة مع السمنة، نعملهم مع بعض. هنجيب اللبن البودرة، هنحط نص معلقة لبن بودرة، طبعا مش عايزينه. هنجيب شوية فانيليا، بحيث الطعم يبقى حلو في نفس الوقت، يعني الريحة بتاعت البيض ما يبقاش أي أثر ليها. احنا معانا ربع كيلو دقيق، طبعا مش هننزل بربع كيلو دقيق كله مرة واحدة، لا هننزل مثلا بمراحل، لأن ممكن ما تاخدش ربع كيلو دقيق، لأن الحاجات ديت ما بتبقاش مثلا زي عيار الكحك والبسكوت. مثلا الكحك والبسكوت بيبقى بالكيلو، لكن الحاجات دي ما بنعجنهاش بالكيلو. بنحط احنا مثلا السمنه والزبده والبيض وكده، وبعد كده بنضيف الدقيق على حسب ما تقبل معانا دقيق. يعني خدت مثلا معانا 200 جرام دقيق ماشي، ربع كيلو دقيق ماشي. انا معاكم برضو واحده واحده اهو، بس هي عامه مش هتاخد الربع كيلو كله. احنا ضفنا شويه، هنقلب الاول وبعد كده لو احتاجت تاني نديها.
نفتح عليه نشوف الاخبار ايه. لسه العجين معايا عايز دقيق. هو هياخد الربع كيلو دقيق، بس احنا بنبقى عاملين حسابنا ايه يعني ممكن ما ياخدش ربع كيلو، فدي عادي برضه. لكن هو المقدار اللي انا رميته جاب معايا ربع كيلو دقيق. في حاجة نسيت اقول لكم عليها من الحق، دي فاتتني، اللي هي شوية بودر. اجيب نص معلقة بيكنج باودر. هو طبعا كده كده العجين لسه ما تعجنش معايا، يعني شوية ايه بيكنج، نص معلقة، عشان طبعا البيكنج باودر عامل اساسي في الموضوع، بيخلي اللقمة ايه. هنشغل عليه، يبقى احنا كده كده تمام. دلوقتي كده تمام. لسه فاضل لنا الكاكاو بتاع كوكيز. هنجيب نحط برضو، هنشيل الاول عشان برضو ايه نعمل العجينة على جزئين، نعمل منها شوية اصفر وشوية ايه بالشوكولاتة. يبقى كفاية دي اصفر، لان الاصفر ما بيبقاش محبوب قد كده. فاحنا هنجيب برضو هنخلي ايه معانا اللي هو الشوكولاتة ومعانا الاصفر. هنجيب معلقة كاكاو كمان، نص معلقة، وحسب الرغبة بتاعتكم برضو. يعني احنا حطينا معلقة ونص، عايزين يبقى ازيد من كده مفيش اي مشكلة بتزودوا شوية، عايزين اللقمة فاتحة شوية مفيش اي مشكلة، حسب الرغبة بتاعتكم انتوا. هنشغل لحد ما يتخلط الكاكاو مع العجين، بحيث ان يدينا ايه العجينة تبقى منظر الشوكولاتة. العجين بتاعنا اخباره ايه؟ تمام كده. تمام. هنجيب بقى ايه الشوكولاتة الدروبس بتاعتنا. معلقة شوكولاتة دروبس اللي هي شوكولاتة الشيبس. تلات معالق، 4 معالق، ونشغل عليهم العجان تاني عشان الطعم. العجين زي ما انتوا شايفين كده، ده كده ايه العجينة بتاعتنا.
وطبعا الشوكولاته ايه جواها ايه. تمام. ولسه هيتحط برضو شوكولاته على الوش، الطريقه كلها هتشوفوها دلوقتي. نركن دي بجنب ونجيب التانيه. ده لون طبعا اصفر، هنجيب منه صغيرين كده، هنحطهم على العجينه التانيه دي. نقفل العجان بتاعنا ونشغل على نص العجين التاني. هنفتح العجان بتاعنا ونشوف العجينة أخبارها إيه. طب تمام كده. هنجيب برضه الشوكولاتة الدروبس زي ما قلنا، اللي هي الشوكولاتة ايه الدروبس اللي هي بتاعت الكوكيز، شوكولاتة شيبس، شوكولاتة دروبس. هنحط معلقتين 3 منهم في قلب العجينة، ونخلط العجين تاني مع الشوكولاتة ونشغل. كده خلطنا الشوكولاتة الشيبس مع العجينة. الشوكولاتة العجينة تبقى ايه مليانة شوكولاتة من جوه، وفي نفس الوقت هنديها برضو شوكولاتة من فوق، يعني زي ما انتوا شايفين اهو كده ايه فيها شوكولاتة من جوه، وفي نفس الوقت هتاخد شوكولاتة برضو من بره. هتشوفوا الطريقة دلوقتي عملي قدام عينيكم. دلوقتي احنا هنجيب الشوكولاتة الدروبس بتاعتنا، هنفضيها على الرخامة. فضينا الشوكولاتة الدروبس قدامنا. هنجيب العجينة بتاعتنا ونقطعها قطع صغيرة بحيث تبقى ايه كله قد بعضه، مفيش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. نحاول. دلوقتي كده احنا خلصناهم تقطيع كده. هنلف بقى ونحط في ايه في الشوكولاتة، نجهز الصاج بتاعنا وهنلف. طبعا ايه كورة زي ما انتوا شايفين كده، عندنا شوكولاتة نحطه في الصاج. طبعا انا مبططهاش اصلا، يعني انا بدوس عليها بس حاجة بسيطة كده، مش شرط ان انا بططها لان هي كده كده اصلا اما تدخل الفرن فبتاخد القعدة بتاعتها. طبعا احنا كده خلصنا الشوكولاتة الكوكيز اللي هو الشوكولاتة. نجيب بقى حتة العجينة الصفراء، الكوكيز برضو الأصفر اللي احنا عاملينه، نقطعها زي التانية، وبعد ما نخلصها تقطيع برضو هنلفها. نبدأ نلفهم
كده بقت ايه عليها شوكولاته من على الوش، وفي نفس الوقت محشيه شوكولاته برضو من جوه. لان عارف طعم اللقمه دي جميله جدا ومحبوبه بصراحه يعني. دلوقتي احنا كده خلصنا، وكده ايه المنظر اللي انتوا شايفينه. طبعا ده الكوكيز اللي هو الشوكولاته، وده الكوكيز اللي هو الاصفر اللي احنا حاطين عليه اللون زي اللي انتوا بتجيبوه من محلات الكوكيزات الصفراء. كده هندخله الفرن. نفتح الفرن بتاعنا، نحطه في الرف اللي في النص بالظبط. هنحطه في الفرن اهوت الباب بتاعنا. نظبط الحراره بتاعتنا على 150. وطبعا هنشغل المروحه، اهم حاجه بتاعت الفرن تكون شغاله عشان الهواء النار توزع بمعنى اصح. ونظبط على نص ساعه. شغلنا ظبطنا التايمر كده على 30 دقيقه اللي هو نص ساعه، ومحرر 150. واهم الفرن تكون شغاله عشان الهواء يتوزع اللي هو الهواء السخن. طبعا احنا دلوقتي التايمر فصل معانا، خد النص ساعه وفصل. نفتح الفرن ونشوف استوى معانا ولا نظامه ايه. هنمسك واحده طريه معايا، يبقى هنحطها تاني، وكده هياخد 10 دقايق كمان. وهنظبط التايمر بتاعنا على 10 دقايق كمان، ونعلي الحرارة شوية. احنا كنا ظابطينها على 150، نخليها 180. ونرجع له تاني بعد ال10 دقايق برضه التغذية بتاعته اخبارها ايه. نفتح الفرن. طبعا كده ال10 دقايق تانيين فاتوا. نفتح الفرن بتاعنا نشوف الاخبار ايه. كده تمام معايا، استوت. هنشوفها من تحت. تمام كده ايه نشفت معايا من تحت. كده ايه نشفت معايا خالص. كده احنا ادينا له في الاول 30 دقيقة، وبعد كده ادينا له 10 دقايق. خد معايا في الفرن 40 دقيقة بالظبط على حرارة 150 دقيقة. انا زودت بصراحة 10 درجات كمان، يعني ظبطت الفرن لا 170، كنت ظبطت على 170. النص ساعة الاولاني ظبطت على 150، وبعد كده اديت له 10 دقايق كمان على 170. يبقى اصبح احنا طلعوا على 40 دقيقة بالظبط، وطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبصراحة اللقمة ملاش حل. يعني هنمسك واحدة. المنظر بتاعها اهو، مليانة شوكولاتة من جوه ومن بره. دي في الأكل بصراحة هتبقى ملاش حل. وأتمنى إن الشغل يعجبكم، وأقدر أقدم لكم كل يوم فيديو جديد إن شاء الله.